بتعلن عن انضمام امام عاشور لصفوف النادي الاهلي في يناير. ده عن ضمه يا ادهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان، ومساءكم زملكاوي. في البداية حابب أقول للناس اللي بتعترض على هدف الأهلي في الوقت بدل الضائع إن لائحة الاتحاد المصري بتقول في المادة 1250 إن إذا وصلنا للدقيقة 90 في مباراة النادي الأهلي والنتيجة كانت تعادل إيجابي أو حتى سلبي، وقتها بنرفع اللوحة دي. واللي ما يعرفش اللائحة بالمناسبة تبقى دي مشكلته. أكيد مش هنغير اللائحة عشان خاطر ساعتها. أتمنى بقى ما نفتحش الموضوع ده تاني، لأن الدوري طويل وإحنا يا دوبك بنلعب في الأسبوع الثامن. لأول مرة من سنين طويلة أشوف الزمالك بيمتلك خط وسط قوي جدا بالشكل ده، 4 لعيبة ما شاء الله أفضل من بعض، وكل واحد فيهم عنده القدرة يشيل فريق لوحده. رؤى وإمام والسيسي ودونجا، وكلهم بالمناسبة رجليهم تقيلة وعندهم القدرة على التسديد من خارج ال 18. بالمناسبة من أهم مميزات الفرق الكبيرة اللي بتنافس دايما على البطولات هي إنها تمتلك خط وسط تقيل، يقدر يتحكم دايما في رتم أي لقاء ويرجح كفتك في الاشتراكات والالتحامات ويتسم بالروح القتالية، وعنده أعلى بدني واعلى فنيات. لعيبه خط وسط الزمالك كمان لعيبه كوره مش بس عضلات، وده شيء بيميز الزمالك جدا عن اي فريق حاليا سواء في الدوري المصري او حتى في افريقيا. لاول مره من موسم 2019-2020 اكون متفائل كده، واحس اننا عندنا فريق متكامل يقدر ينافس على افريقيا مع وجود مدير فني على اعلى مستوى. اعتقد الزمالك حاليا لا ينقصه الا عوده الونش بالسلامه ونضاي وشلبي وفرود افريقي من اللي بياكل اخواته ده في يناير القادم، ووقتها ان شاء الله هنجيب افريقيا في شويه. ليل نهار الناس في الإعلام بتكلمنا عن شخصية كولر القوية اللي بجد بتتناسب مع قوة وعظمة النادي الأهلي، وأنا مش ضد ده خالص بالمناسبة، وما عنديش مانع لو حتى قالوا إن كولر في نفس شخصية وفنيات جوارديولا حتى، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. بس لو سيادتك خدت بالك من الأحداث وفكرت كده لحظة هتلاقي إن كولر بعد لقاء فيوتشر اللي فات مباشرة مسك مجدي قفشة وهاتك ضرب فيه بتصريحات عجيبة جدا، ومفكرش حتى يعاقبه في الغرف المغلقة، وبرضه ده عادي جدا وممكن يحصل. لكن الغريب بقى بالنسبة لي انك تمسك لاعب تنفخه في التصريحات وتبقى مش طايقه ولا طايق سيرته لانه افقد فريقك 2 بونت بتصرف فردي، وفجأة الاقيك بعد 3-4 ايام بتلعبه في التشكيلة الاساسية للفريق. امال فين شخصية كولر يا اعلام اللي كلمتونا عنها؟ انت عايز تفهمني ان كولر ده اللي نفخ قفشة هو نفس كولر صاحب قرار مشاركته كاساسي في مباراة فاركو؟ اعتقد وسعت منك دي. وبعدين هو مش قفشة ده صاحب البوستات دي برضه، ولا انا غلطان؟ لا، والاعلام بيقول لك احسن قرار اتخذه كولر انه شارك قفشه عشان نفسيته ما تاثرش. طب وهي نفسيته ما تاثرتش لما حط عليه وشيله نتيجه لقاء فيوتشر وضيع نقطتين؟ بالمناسبه كلامي ده مش عشان تفضل قالب على قفشه، ده قرارك وانت حر فيه. انا بس بقول لك ده عشان مش مع اول موقف يحصل يشبه موقف قفشه او محمود علاء مع الجمهور تكلمني عن المبادئ والاخلاق وتقول لي اصلك ده مستحيل يحصل في النادي عندي. ارفع القبعه لفريرا اللي استبعد زيزو في اياب بن شرقي واستبعد طارق وابو جبل في عز وقف القيد وحاجه الفريق وقتها للناشئين، فما بالك بحاجته للاعبين الاساسيين. قريت التصريح ده للحاج عامر اكتر من مره وما فهمتش ايه علاقه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه بمد المسابقه وانهاء الدوري في ميعاد تاني غير المتحدد والمتفق عليه. انت هتلعب مونديال الانديه وده حقك، وهيتأجل لك ماتشات عشان تشارك في المونديال وبرضه ده حقك، لكن اللي مش من حقك انك تلعب في مواعيد انتهاء الدوري. مفيش اي حاجه من دي ممكن تحصل في الدوري المغربي او في اي دوري فيه فريق هيشارك في مونديال الانديه. معروف ان اي فريق بيتأجل له ماتشات والمشاركه في كاس العالم للانديه بيرجع يلعبها بشكل مضغوط. انت بتمثل بلدك في المونديال مش بتمثلها في الدوري بتاعك، وبما انك اتأجل لك ماتشات مفروض ترجع تلعبها وسط الاسابيع زي اي فريق في العالم. وبلاش يا سيدي تعامل الاهلي نفس معامله الاتحاد الانجليزي لما طحن ليفربول وخلاه طلع من كاس الرابطه بسبب مشاركته في كاس العالم للانديه. كل اللي بنطلبه من سعادتك ما تبوظش مواعيد انتهاء الدوري لمجرد ان في فريق هيشارك في المونديال. اتمنى الحاج عامر حسين لو مش عارف يدير لجنه المسابقات يتفضل، واي حد مش هيعرف يشوف شغله ويطور الدوري بتاعنا الفتره اللي جايه يتفضل. مش معقول كل الدول المجاوره حوالينا بتطور من نفسها وفيها اللي بيوصل سيمي فاينال كاس العالم واحنا مش عارفين ننظم مواعيد جدول الدوري. اغرب مشهد ممكن تشوفه في اي ملعب من ملاعب العالم على الاطلاق هو المشهد ده. حسام حسن بعد هدف شريف راح يجيب الكرة من الشبكة مش عارف ليه، هل عشان يلحق فريقه يحرز الهدف الثالث مثلا لان هدفين مش كفيلة يجيبوا ال3 بونت، ولا بيعمل ده عشان فاركو يلحق يتعادل مثلا؟ دي يا عزيزي الصفقات بتكلف ناديها ملايين، بس كل ده مش مهم. المهم يا مرتضى تقول لنا وديت فلوس زكريا الوردي فين؟ عجبني قوي تصرف شيكابالا في اللقطة دي، تصرف محترم من لاعب من افضل اللاعبين في مصر، شاء من شاء وابى من ابى. لكن لفت نظر الحقيقه ان محدش في الاعلام لا تناول اللقطه ولا اشاد بيها ولا حتى ايده في الراي.
تعالى كده بقى نتخيل مع بعضنا ان التصرف ده خرج من لاعب في النادي الاهلي، تفتكر كان ممكن يحصل ايه؟ اقول لك انا كان هيحصل ايه؟ كنت هتلاقي اللاعب ده بتشيد بيه كل البرامج الرياضيه وكل القنوات الفضائيه المصريه، وبتجيب اللاعب ده كل 5 دقايق في مداخله هاتفيه وبتساله ازاي جات لك الفكره دي فكره عبقريه. وهتلاقي الاعلام بيقول لك ان جماهير الاهلي بمجرد ما شافوا نجمهم رافع الفانيلا اجهش منهم 50 مليون بالبكاء، وتبرع 150 مليون مشجع كل واحد فيهم ب 100 جنيه، والازمه خلاص في طريقها للحل. وهذه هي القيم والمبادئ اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي وجماهيره، وده يعرفك قد ايه الاعلام متزملك وبيهدم حق النادي الاهلي لحساب نادي الزمالك. ناس كتير اخدت موقف من امام عاشور بعد تصرفه المثير للجدل وخروجه من الملعب ورفضه الاستجابه لشيكابالا والذهاب لتحيه الجمهور، والبعض التمس لامام العذر انه عمل كل حاجه في الماتش ده وكان ينقصه بس التسجيل. امام لاعب كبير ده شيء لا خلاف عليه، وكل يوم بيتطور عن اليوم اللي قبله، بس ما زال عنده فقر خبرات عن جمهور الزمالك، او مش فاهم ان جمهور الزمالك جمهور واعي وعنده ثقافه كرويه كبيره، وان تسجيل هدف مش مقياس انك عملت اللي عليك في المباراه. ولو خيروني انا كنت هختار امام كرجل للمباراه. امام هو اللي بيربط بين خط الدفاع والهجوم، وبساطته بلسم وبتسبب خطوره على مرمى المنافس. من رايي ان بلاش جمهور الزمالك يتعند مع امام، بالتاكيد امام هيتشد عليه من فريرة. امام لاعب كبير وكل مدى ما بيكتسب خبرات. امام دلوقتي اعقل من الفتره اللي فاتت بكتير. امام بس محتاج يحس انه مازال من اللاعبين المفضلين عند الجمهور، وان الجمهور بيدعمه زي الاول. بلاش نعوم على ناس عايزانا نذبح واحد من اهم لاعبي الفريق بايدينا، في حين انهم بيتجاوزوا عن تطاولات اللعيبه اللي ملهاش لازمه عندهم. بلاش حد يسوحك كزملكاوي انت اعقل من كده. وكالعاده اللي عودتنا عليها صفحات المنافس قبل كل موسم انتقالات. في صفحه من صفحات النادي المنافس بتعلن عن انضمام امام عاشور لصفوف النادي الاهلي في يناير. ده عن ضمه يا ادهم. بنقول للراجل بتاع الفوتوشوب يجهز نفسه لان يناير على الابواب، وفي سبوبه تعاقدات جامده، وده موسم بالمناسبه. السؤال هنا، لو افترضنا ان صدقت ان امام هينتقل لصفوف الاهلي في يناير، يا ترى المره دي هتهربوه ازاي؟ وفين النادي اللي هيرضى يكون كوبري بعد حوار كهربا والنادي البرتغالي؟ سؤال لمخرجي مباريات الزمالك، هو صوت الجمهور بيضايقك قوي كده ليه؟ هل بيكون في هتافات جمهور الزمالك اي حاجه مسيئه ليك؟ لا. طب هل الجمهور بيكون بيقول الفاظ خادشه للحياه او بيشتم حد؟ لا. امال ايه مشكله حضرتك مع هتافات جمهور الزمالك اللي بيجني الكيان وبيهتف للعيبه طول 90 دقيقه؟ نعقل كده بقى يا جماعه الفتره اللي جايه، يمكن ربنا يكرمنا ونبقى نقطه في بحر المنظومه المغربيه. في النهايه بتمنى دائما وابدا التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وايا كانت المتاعب، اياك تبطل تحشد وتدعم وتساند وتردد. كلنا وراك يا زمالك. مش بقول لحضراتكم رسائل تحذيريه والعو جاي، واوعى الاهلي يا عم الحاج، اوعى الاهلي يا عم الحاج.